ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض مخمرية للجسم والشعر، ترطيب وتعطير الجسم والشعر بال24 ساعة. بجد يا جماعة ممتاز، الريحة بتبقى تحفة، كمان بيدوم معاكي. لو انتي حتى ما خدتيش شاور بيفضل معاكي الريحة الجميلة دي بتدوم معاكي، وحاجتها سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين كده. لو عايزة تعرفي المكونات، اهم حاجة نصلي على النبي كتير، ولو انت مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد، ولايك وكومنت، ويلا نبدأ مع بعض. اول حاجة كده يا حلوين زي ما احنا شايفين معايا كده معلقة مبشورة من المسك. شايفين المسك الابيض كده؟ هو حجر، بيجي حجر، هوريكم برضو الشكل، بنجيبه من عند العطار، بيبقى بالشكل ده. شايفين كده؟ بدأت ان انا بشرت منه حاجة بسيطة، يعني معايا معلقة كده زي ما احنا شايفين بشرته. هحتاج منه معلقة واحدة بس، بتجيبيه من عند العطار للبنات اللي مش عارفة. تمام كده، ويلا بقى نبدأ نعمله دلوقتي مع بعض. اول حاجه كده بس نصلي على النبي كتير جدا، في طبعا في الجو الحر ده كده يا حلوين، عايزين اي حاجه معطره وتدوم معايا، عشان طبعا بنعرق كتير، وعايزين كده ريحه شعرنا وجسمنا تبقى حلوه. المخمريه دي ممتازه يا جماعه ومش مكلفه، وبتدوم معاكي في جسمك وفي شعرك بال24 ساعه، بجد يا جماعه ممتاز. طيب معايا كده معلقه من المسك المبشور زي ما احنا شايفين، سهل جدا تبداي ان انت تبشريه بكل سهوله. انا عايزه معلقه واحده بس. تمام، وبعد كده هبدأ ان انا هجيب فازلين. تمام كده، حاجاتها بسيطة زي ما قلت لكم، بس بجد معلقة كده من الفازلين. تمام، وابدأ ان انا انزله كده على المسك. احلى حاجة بس كده تصلوا على النبي طول ما انتوا بتتفرجوا معايا على الفيديو، قومي كده اعملي المخمرية دي، وهم احلى من اي مخمرية انت بتشتريها من بره. والحلو فيها كمان ان هي للجسم وللشعر، مرطبة جدا، كمان بتخلي شعرك لو كان هايش او مجعد او اي حاجة بتبدأ ان هي تهديه جدا جدا، لان الحاجات دي كلها يا حبايب قلبي مرطبة وبتهدي جدا الهيشان، زائد ان هي بتعمل ريحة ممتازة. مش عايزة اقول لكم قد ايه بجد الريحة دلوقتي ولسه طبعا ما عملناهاش ولا اي حاجة. طبعا بقلب كويس جدا عشان المسك يندمج مع الفازلين. اهو بصوا، الله على الريحة، بجد ريحة ممتازة. شايفين؟ اهو قلبت طبعا كويس جدا، اتأكدت ان الفازلين داب مع المسك. تمام كده، مع معلقة من المسك الابيض زي ما قلنا. طيب قلبت كويس، وبعد كده هبدأ ان انا اجيب زيت الورد. زيت الورد برضو يا حبايب قلبي بنجيبه من عند العطار، اهو هو شكله كده. تمام، هبدأ ان انا اخد برضو معلقة من زيت الورد كده، بسم الله، معلقة صغيرة ما تكتريش. تمام، معلقة صغيرة من زيت الورد، ومعلقة صغيرة من، هو ده كده، ده زيت جوز الهند. تحفة يا جماعة زيت الورد. أول حاجة كده زيت الورد ريحته ريحته جميلة جدا أهو. وخدت معلقة من زيت جوز الهند. تمام كده، زيت جوز الهند ريحته يا جماعة ممتازة، مش عايزة أقول لكم قد إيه أهو. طيب، وهبدأ برضو إن أنا أقلب كويس جدا أهو. تمام كده، هنقلب كويس جدا جدا. طبعا القوام بتاعها، انا دلوقتي طبعا بعمل لكم كميات بسيطه. تمام، انت ممكن تعملي كميه اكبر من كده، بس اول حاجه كده جربيها بجد هتدمنيها. انا بجد ما اقدرش استغنى عن المخمريه دي، كمان لانها اوفر كتير من بتاعه بره، واحلى والثبات بتاعها احلى كتير من بتاع بره، يعني بجد تحفه عن اي حاجه انا جبتها قبل كده. غير كمان ان هي مش مكلفة خالص. تمام كده، يبقى حطينا معلقة من حجر المسك. تمام، بشرته بدأ، وجبت معايا معلقة وحطيت عليها معلقة من الفازلين. تمام كده يا حلوين، قلبت كويس جدا. بعد كده بدأت ان انا اجيب معلقة من زيت الورد، وبعد كده معلقة من زيت جوز الهند. تمام كده، معايا كمان مية الورد. تمام كده اهو. انا بستعمل النوع ده، استعملي اي نوع تحبيه، اي نوع بشرتك يعني بتستعمليه على بشرتك تقدري ان انت تستعمليه، ما توقفيش نفسك، براحتك خالص. اخد برضو يعني معلقة كده صغيرة اهو،
خدت معلقة صغيرة. ومعايا بقى هنا كده يا حلوين اي مرطب انت تحبيه، اي مرطب انت بتستعمليه ابدأي ان انت خدي منه ايه كده معلقة كده برضو صغيرة. استعملي اي مرطب، ما توقفيش نفسك، المرطب اللي انت بتحبيه وبتستعمليه دايما استعمليه. اهو خدت كده معلقة صغيرة وبدأت ان انا اقلب برضو كل ده كويس جدا. اهو انا عايزة بقى كل المكونات تشرب من بعض كده وكلها تبقى واحد. وطبعا بعد ما بنخلص بنبدأ ان احنا نحطها في اي علبة عندنا تكون نضيفة تماما. تمام كده، اي علبة كريم، اي بقى علبة قبل كده كان فيها مخمرية ابدأ ان انت اغسليها كويس اهم حاجة. وابدأ ان انت كده حطي الخليط ده كله كده في العلبة وحطيها في التلاجة. هتتماسك طبعا، هي دلوقتي سايلة عشان ايه كل الزيوت وكده، فده كله سايل طبعا الجو حار، فطبعا محتاجة التلاجة عشان تمسك وتبقى نفس قوام المخمرية بتاعت بره. احلى مخمرية ممكن تعمليها دقيقة وهتجهز معاكي بجد. انا بس عشان بشرح لكم فهتلاقوني باخد وقت، بس بجد وهم يا جماعة للشعر وللجسم ممتازة وبتدوم معاكي بالايام. حتى لو انت ما خدتيش شاور تستعمليها ان انت بتاخدي شاور، وبعد كده تبداي ان انت توزعيها على جسمك، تحطيها في شعرك وفي جسمك وبس كده. وبجد يا جماعة بتدوم معاكي، ما بتطلعش اي ريحة من العرق خالص، ريحتك بتبقى فيها نفس الريحة دي ثابتة ما بتتغيرش، تحفة. اهم حاجة كده يا حلوين طول ما انتوا بتتفرجوا معايا صلوا على النبي كتير. اهو بصوا جهزت، مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده، وبسيطة وسهلة، بس بجد ريحتها وهم، ريحتها وهم. اهو تعالوا كده بقى نجربها مع بعض. الله، بصوا طبعا القوام بتاعها زي ما قلت لكم ما بيبقاش كده، بتبقى ماسكة نفسها، تحط في التلاجة هتمسك نفسها. وهم بجد يا جماعة وهم. اهو يلا نجيب علبة برضه ونحطها مع بعض كده في العلبة. اهو بصوا شايفين اللمعة، اللمعة تحفة. طبعا اللمعة دي جميلة وبتدوم معاكي. اهو طبعا بتاخدي كده كمية منها تبدأي. اهو كده بصوا اهو وهم بجد يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. الله على الريحة واللمعة ممتازة، والنعومة كمان والترطيب بقى، يعني بتديكي ترطيب ولمعة وريحة فظيعة لشعرك ولجسمك. يلا كده نحطها مع بعض يا حلوين. اهو كده جبت دلوقتي كده علبة من المخمر، اهو علبة كانت عندي، بدأت ان انا غسلتها كويس جدا وابدأ ان انا اخدها كده بسم الله. بصوا واحدة واحدة كده، تحفة وبتقعد معاكو بالايام، ممتازة يا جماعة، مفيش ريحة هتطلع لك ابدا، ريحتك هتبقى مسك بجد ممتازة. حطيها بقى تحت الإبط، وزعيها كده حتة كده على فكرة حاجة بسيطة منها جدا، نقطة يعني نقطة هتعمل ريحة فظيعة، فما تكتريش يعني النقطة منها بجد وهم، يعني هتبقي يعني فوحة كده ماشية في البيت بجد ممتازة، تحبيها جدا هتدمنيها ان شاء الله من اول استعمال. انا بوريكوا بس الطريقة كده، مش هتبطلي تعمليها، قبل ما تخلص هتجري تعمليها بسرعة من حلاوتها وجمالها، وقد ايه هي مش مكلفة، وقد ايه بجد النتيجة بتاعتها احلى من بتاعة بره 1000 مرة. شايفين كده كل ده بقى نزليه كده اهو بالمنظر ده، شايفين كده وبس كده بكل سهولة حضرنا مخمرية في البيت، ما خدناش دقيقة والنتيجة وهم. مخمرية للشعر وللجسم. بصوا اللمعة، الله شايفين اللمعة يا بنات، لمعة تحفة في الجسم، شايفين اللمعة دي طبعا بتدوم معاكي. اهو بس كده يا حلوين اكون حضرت معاكم النهارده مخمريه للجسم وللشعر، تعطير وترطيب الجسم والشعر ان شاء الله، حلوه جدا، يا رب تعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه
وكمان تدعموا الفيديو باللايك وتشتركوا في القناه وكومنت حلو زيكم كده، عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. وقولوا لي لو عجبتكم، باذن الله تعجبكم. هي تحفه وبتدي لمعه فظيعه وترطيب وكمان تعطير للجسم وللشعر. وبس كده يا حلوين، اشوفكم باذن الله في فيديو جديد. صلوا على النبي كتير جدا جدا يا حلوين. مع السلامه.